بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. حد يعرف يعني ايه غاسق اذا وقب؟ سهله بقى، سوره الفلق، يعني اللي هي السوره اللي بنقعد كلنا نقراها كل يوم، او يعني لو بتصلوا يعني اكيد بتقراها احيانا، بتقراها لما عشان ما تتحسدش كده يعني. فهل تعرف معنى ومن شر؟ اصل انت هل بتقول كلام وانت مش فاهم معناه وخلاص يعني وكده التاثير بتاعه هيحصل؟ لا، ما بيحصلش، لازم تبقى فاهم معنى الكلام عشان تتامله يعني. غاسق اذا وقب، الساعه يعني النبي بيقول اديني الساعه عندك. طه عايز يعرف الساعه عندي، الساعه عندي 7:30 31 دقيقه طه بالليل. فانت غاسق اذا وقب طه عارفها؟ يعني ايه غاسق ويعني ايه وقب؟ يعني احنا لما بنقول ومن شر غاسق اذا وقب، حد عارفها هنا؟ بيقول لي بحبك يا هندسه احمد جمال. يعني انت بتحبني ولا تعرفها؟ يعني تعرف غاسق اذا وقب، ما تغيرش الموضوع. صباح الخير يا عم يوسف رياض بتوقيت ام الدنيا، بس ركز معايا ابوس ايدك في الكلام. يعني ايه غاسق اذا وقب؟ قول لي يا يوسف. تاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد دي انتوا فاهمينها، أنا متأكد. طب ومن شر النفاثات في العقد، مين النفاثات وإيه العقد؟ حد يعرف؟ حد يعرف غاسق يعني إيه ويعني إيه وقب؟ طب حد يعرف يعني إيه الفلق؟ تعرف يعني إيه الفلق؟ دي اسمها سورة الفلق، يعني كمان ما تعرفش الفلق؟ يا نهار أبيض، انتوا عديتوا من ابتدائي إزاي؟ ده انتوا في مصر صح، الدين مش في المجموعه فما بتذاكروش. ده خلي بالك انا اتعلمتها في السعوديه ونسيتها برضه، يعني قصدي ما تزعلش من نفسك يعني. ده انا لسه فاكرها النهارده، فقاعد عمال بقى ايه اتنمر عليكم. لا استغفر الله العظيم، عايز اشير المعلومه يعني، بس ما بحبش اقول لك المعلومه جاهزه كده يعني. انت تخش تدور عليها شويه يعني، اتعب انت شويه بقى بعد اذنك، عشان يعني كفايه ان انت مش عارف معنى يعني ايه الفلق، ومش عارف يعني ايه غاسق، ومش عارف يعني ايه وقب، ومش عارف يعني ايه نفاثات، ومش عارف يعني ايه عقد، وهي اصلا كلها صوره صغيره من اصغر الصور، من قصار الصور. دي في اخر صفحه في المصحف يعني، قصدي يعني لو مش عارف معانيها طب وبعدين بتقعد تقول ليه يا ربنا ما بيباركليش؟ ايوه، ما هو انت يعني هو ربنا بيبارك لكل حد، بس انت لازم تشتغل شويه وتفهم يعني. واحد بيقول لي ارمي السيجاره واحترم القران. يا عم انت علي عادل ابن الصايم. لا حبيبي، انت تاخد بلوك بره قلبك. اول قول لنا المعلومه يعني، مثلا فسرها الاول وبعدين فهمنا يعني. قصدي انت احترم القران وقول لنا المعلومه. الله، انت غريب قوي، ولا انت فالح بس تمشي كده تعمل نفسك بتحترم القران بانك انت تقول لاي حد فاتح سيجارته اقفل سيجارتك واحترم القران؟ يا عم ربنا يتوب عليا من السيجاره وابعد انت عني، انا بتامل في معاني القران دلوقتي. انت مالك؟ حق، استغفر الله العظيم يا رب. ابعدوا الواحد عن الشرع الحنيف وتخلوه يقل ادبه، عشان انتوا كل واحد فيكم عايش دور ان هو ايه مصلح المجتمع. يلا انت مالك؟ يلا انا ماسك السيجاره ولا مش ماسك السيجاره؟ يلا ركز في حالك يلا ولد. الفلق، ادي اول واحد اهو، محمد سنيتي. اهلا بيك يا محمد. بيقول لك الفلق مش فلق، فلق مش فلك.
مش فلك. انت يا عم انت اللي ما بتعرفش تقول القاف، اسمها فلق، حروف قلقله دي. قطب جد يلا. يقول لي يعني ايه قطب جد؟ اقول له ما انت مشكلتك انك انت ما اتعلمتش تجويد. لو اتعلمت تجويد قطب جد دي ما تنساهاش. دي حروف القلقله يا اسطى، الطه والقاف والب والجيم والدال. لما تقف في الاخر كده على اي حاجه فيها جيم او فيها قاف او فيها طه او فيها كده او ب، قطب ب. غاسق اذا وقب يعني ايه يا شباب؟ يلا غاسق يعني ايه؟ بعدين بقى ما عادش هيقول لي ولا ايه؟ مش عارفين انتوا شكلكم. طب جوجل طيب. سيف ايمن عمال يقول لي ما تقول سيف ايمن. والله انت يعني مش عايز اقول لك يا سيف ايمن اللي انت بتطلبه ده تفاهه، يعني ما تجيب المعاني عشان اهتم بيك. يعني ما انا ممكن اقول سيف ايمن جاوب الاجابه، بس سيف ايمن مكسل حتى يخش على جوجل يجيب المعلومه، بس مهتم قوي 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 ان وائل غنيم يقول سيف ايمن. ليه بقى؟ ما نفهمش. يعني لو وائل غنيم قال سيف ايمن بيحصل ايه في اللايف مثلا؟ انت بتنتشر مثلا؟ هتشتهر على قفايا مثلا؟ حاجه عجيبه قوي. ما بالراحه عليا يا شباب عشان ما ازعلش مني. واحد صدره مكتوم. واحد يقول لي من كتر السجاير. ممكن، بس هي من قبل السجاير كان صدري مكتوم. صباح الفل. غاسق إذا وقب. الليل إذا دخل، ومن شر الليل إذا دخل. الليل شديد الظلمة. الليل شديد الظلمة لأن الشر بيحصل كتير منه بالليل، لأن النور بيفضح، الشمس تكشف، النور بيفضح. عشان كده لما بتحصل جريمة في وضح النهار الناس بتستغرب. جريمة في وضح النهار ده معناه ان الجرائم بتحصل بالليل. شاهندة بتقول ليل. برافو يا شاهندة، ده شاهندة فاهمة. الليل إذا دخل، ومن شر الليل إذا دخل، يبقى ومن شر غاسق إذا. طب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات دول اللي هم الساحرات اللي بيعملوا أعمال سحر عن طريق إن هم بيعملوا عقد وينفخوا فيها. فأنت بتستعيذ من شر أي حد بيحاول يعمل سحر كمان عليك. فاهم قصدي؟ يلا شباب، ربنا يهدينا ويهديكم.